السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك مشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. عدو بيقول مخطوبين وانا اول حب في حياتها، بس كانت سهله معايا جدا وشفت منها كل فيديو كول. هل ده معناه انها وحشه؟ مع العلم مش بتكلم حتى قريبها ولا بتسلم وكده وميري وتقول لي ان انا بحبك، عملت كده عشان عملت كده عشان بتحبه. هل هي صح بتحبني عملت كده ولا هي مش كويسه؟ رايكم. بصوا، يعني الموضوع دوت احب يعني اتكلم في نقطه في الاول. يعني اي بنت، دي رساله، يعني اي بنت بتقدم تنازلات لخطيبها او لاي حد تاني، 90% من الرجاله بياخدوا الموضوع في الناحيه التانيه، ان البنت دي مش كويسه والبنت دي شمال. يعني ده اكبر مثال. يعني بص، يعني هو حضرتك دلوقتي هو على كلامه ان هو خاطب واحده، هو بيقول عليها ان اول، يعني هو عارف ان هي اول حب في حياته، تمام. فعشان خاطر قدمت تنازلات، وطبعا ده غلط، ما فيش جدال على كده. فما فهمش انها قدمت تنازلات انها بتحبه، لا، خدها ان هي ايه، اسف في اللفظ، انها شمال، او البنت دي مش كويسه، او اخلاقها ازاي جت معاه بالسهوله كده. فدي رساله، يعني دي رساله لكل بنت، لكل ست: اياك تقدمي تنازلات في اي حاجه تخص شرفك. صدقيني والله، وانا قلتها كذا مره واعدها لك، اغلى حاجه يملكها الراجل كرامته. الراجل ممكن يموت عشان كرامته، والست تموت عشان خاطر شرفها. ما تتنازليش، ايا ما تتنازليش. اياك تقدمي تنازل لو 1%، ولا باسم الحب، ولا باسم الصداقه، ولا باسم المعرفه، ولا باسم القرابه، لا. اياكي اياكي اياكي. دي نصيحه لله. دي نقطه. ارجع لموضوع الرساله. بص يا محترم، عامه يعني لو انا همشي على كام انت قلته، تمام، ان هي محترمه، فللاسف في بنات كتيره بتغلط في الغلطه دي. يعني في بنات كتير قوي تبقى محترمه من بيت محترم واهلها ناس محترمين جدا، وهي البنت من جواها تمام محترمه، بس المراهقه واخداها، الشيطان سايقها. وانت صدقني، يعني معلش، انت بتتكلم كده انت بريء، انت مش بريء. صدقني البنت بالاخلاق دي وصلت للمرحله دي، يبقى انت السبب، انت اللي وصلتها للمرحله دي، دوت قولا واحدا. وصلت لك، انت اللي جرجرتها انها تقدم التنازل دوت، وفي الاخر مش عاجبك. فدي سبحان الله، ما تزعلش مني في اللفظ، دي انانيه منك وعدم رجوله، تمام. انا عرفت البنت دي، وانا عارف ان اخلاقها كويسه، فانا يعني تجاوزت معاها، فالتجاوز جاب تجاوز، فادى انها عملت مثلا تصورت فيديو كول مش كويس، تمام، او ادك حاجه من جسمها، او حصل بينك تلامس، او حصل بينك وبينها اي تجاوز ان كان، تمام. فانت خدت الموضوع انها مش محترمه. طب انت نسيت ان هي عملت كده عشان خاطر مش عايز تخسرك، خافت من رد فعلك، انت ممكن تزعل منها، وهي عايزه كده، ما برضو انسان زيك زيها، زي ما انت عايز الحاجه دي، تمام. هي عايزه الحاجه دي، فهي ضعفت، فلازم ترحم ضعفها. دي مش من رجوله من شيء، تمام. والله انا شايف البنت اخلاقها كويسه، فكمل. وهقول لك معلومه ليك انت، وهوجه رساله لشباب كتير تاني. في ناس كتير قوي للاسف، شباب كتير قوي بتعمل ايه، تبقى عارفه مثلا بنت كويسه، فبتخش في حياتها انه اول حد تحبه البنت دي، فبالتالي بيجرجر البنت دي لحد ما تقدم تنازلات ايا كانت التنازلات، تمام. فلما البنت تبدا تقدم التنازلات اللي الشاب متدخل معاه العلاقه عشان يشوفها منها من الاول، بيعمل ايه؟ بيبدا ينفر منها، يقول لك لا، البنت دي، اسف اللفظ، دي شمال، البنت دي مش محترمه كذا. فبيعمل ايه بقى؟ فبيروح يدور على واحده تانية، تمام. فخدها قاعده، صدقني انت هتقع في شر اعمالك. يعني في الاخر اللي انت هتتدبس فيها ولا تتجوزها، صدقني هتبقى واحده واحده حصل معاها بلاوي، اصل دوت دايره كده سيركل، كما تدين تدان. بس الفرق بقى من الاولانيه اللي انت حبيتها وسبتها وقلت عليها شمال، تمام، دي لسه اول تجربه، فمش عارفه، ما فرقتش تخبي. لكن التانية معلمة، فاهمة هي بتعمل ايه، الموضوع ده دارت فيه وعرفته، فهتعرف تضحك عليك. صدقني هي كده. فيعني خليك راجل، معلش، خليك راجل، كمل معاها، تمام. وانت مش عايز تشوف منها كده، ما تجبرهاش على كده. ما سبحان الله، انت بتعمل المستحيل عشان تشوف منها التزامات دي، او ما تعملها. طب هي وحشه وهي غلطانه، طب وانت فين؟ لا، بص، القصه
غلط عندك انت، وهقولها لك تاني: خليك راجل وكمل بنت كويسه طول ما انت شايف انها كويسه واخلاقها كويسه واول حب في حياتها. فصدقني الست اول حب في حياتها بيبقى غير، يعني مهما حبت ومهما عرفت لا تمسك بيها، فاهمني؟ وانت ساعدها ان ما تتكررش التجاوزات دي انت. تمام. اتمنى تكون الرساله وصلت لك، ويا رب يسهل لك حالك ويهدي لك حالك انت وهي، ويسترها علينا وعلى كل شباب المسلمين. العدوى معانا بتقول: السلام عليكم، عايز ارد لمشكلتي بكل صراحه ووضوح عشان دي حياه، وبصراحه تعبت من التفكير. انا بحب واحد متجوز وهو بيحبني حب عمري في حياتي ما شفته ولا حسيته. انا معايا ولد واحد، عرفنا بعض صدفه وكلمني بصراحه في كل حاجه. بصراحه مراته مش نظيفه خالص وتعبانه وعندها كهرباء زياده وبتاخد علاج. هو عنده اتوبيس وميسور الحال ومش بيحرمها من حاجه، ولا هي ولا ابنها. انا في الاول كنت مكدباه بس اثبت لي بكل حاجه، وشفت بعيني شقته والقرف اللي هو فيه. انا غيرت له حياته في كل حاجه، جبت له هدوم جديده، هدومه كانت كلها صعبه، قلت له ازاي صاحب عربيتين وتبقى كده؟ قال لي اقفي جنبي. جبنا هدوم جديده وهدوم للعيال. هو هيموت ويتجوزني وكلم اختي واحده قريبتي. اعمل ايه بالله عليكم؟ خايفه انا كده هظلمها ولا هظلم نفسي وابني. بجد تعبت من التفكير. ملحوظه: بدأ يدخلني في شغل ولازم يحكي لي كل حاجة، وعمل كذا في العربية وهيصلح كذا، بالعلم أنا شغال ومرتبي كويس وبصرف على ابني والحمد لله. بص يا ست، يعني في مشكلتك في نقطة عايز أوصلها لك. أول حاجة يعني أنت خدت صف إن أنت الراجل اللي أنت حبيتيه، يعني أنت بتقولي أنت اتأكدتي وكده، بس معلش يعني أنت مهما عملتي مش هتكوني دخلتي اللي جواهم وعرفت إيه الحقيقة فين. دي نقطة. تاني نقطة: أول حاجة يعني مراته ربنا يعفي عنها ويشفي عنها. يعني أنت بتقولي إن هي مش نظيفة، يعني هي كده غلطانة، بس بعد كده رحت قلت إيه؟ هي تعبانة وعندها كهرباء زيادة وبتاخد علاج، فيعني الله يعينها، لا يسعى المريض حرج، فهي الله يعينها فكتر خيرها يعني. تمام. دي نقطة. أما بالنسبة لموضوع مشكلتك، مش عارف أقول لك إيه. بص، هو في المبدأ هو الراجل لو ناوي على جواز بما يرضي الله فمحدش يقدر يتكلم. انا ما اقدرش اتكلم ولا اي حد يقدر يتكلم، ده جواز. تمام. زي ما احنا بنقوله وزي الشرع ما قال، الراجل حقه يتجوز، بس هي برضه مراته حقها تختار: انا هكمل معاك او مش هكمل معاك في النقطه دي. فهي لو القصه موضوعك هيخلص على جواز، فهو الفكره كلها زي ما قلت لك، هو مراته هي اللي صاحبه الاختيار هتكمل معاه ولا لا. اما انت بقى حاطه في دماغك ان انت ظلمتيها، فانا احب اقول لك انت لو ما ظلمتهاش دلوقتي هتظلميها قدام. ازاي؟ دلوقتي هو هيشوف منك انت اهتمام مش لاقيه منها هي، فبالتالي قلبه هيميل لك انت. او مش ذنبها ولا ذنبك، انا معاك، بس معلش انت دلوقتي القصه معاك اللي بتتكلمي بتدوري على ايه؟ ان انت ظلمتيها، خايفه ان انت تظلميها او تظلمي نفسك تظلمي ابنك. تمام. اولا هي هتتظلم في الموضوع، مفيش جدال عليه، مفيش جدال في كده. فهي اول واحده ضحيه. انت ليكي دور، فانا ما اقدرش ان انا اقول لك انت ليكي دور ولا لا، السبب ان انا ما شفتش الحيثيات. انت اللي بتحكيه تمام، يغلطك وما يغلطكيش. انت فاهم قصدي؟ فانا ما اقدر، انا ما شفتش الحقيقه كامله. انا شايف اللي انت قلتيه، يعني انا اللي انت قلتيه انا بتكلم على اساسه. فانت دخولك في حياتهم فاكيد اثر بالسلب. يعني حتى هو لو مثلا لو مثلا نافر منها 1% 5%، انت وجودك في حياتهم خليتيه ينفر منها اكتر واكتر واكتر. فانت انا هقولها لك يعني بصراحه، لو انت دخولك في حياتهم هيؤدي ان الست دي تتطلق، فانت كده ظلمتيه. ليه؟ لان انت بتقولي ست مريضه، فالقصه هنا مختلفه. تمام. لكن لا، لو انت دخولك في حياتهم لا هيقدر يوفق ما بينك وبينها، وهي هتتقبل الموضوع ومش معارضه، وهتقدر مثلا ان تقول انا عشان تعبانه وكده وجوزي حقه، فهمتني؟ ففي الاول في الاخر هي اللي تحدد النقطه دي، انت ظلمتيها ولا لا. هي تقبلت الموضوع ووافقت على الجواز والدنيا تمت، مفيش اي مشاكل والحمد لله، مفيش اي اختلاف ولا اي خلاف، خلاص يبقى الدنيا كده ما ظلمتهاش. تمام. اما لا العكس، انت جوازك او ارتباطك بالراجل هيؤدي ان هي تنفصل عن جوزها، فانت كده ظلمتيها. تمام. ففي الاول في الاخر ده اختيارك انت، والحاجات دي مهما قلتها لك في الاول في الاخر ده اختيارك انت. يا رب اكون توفقت ان انا انصحك وافيدك باي نصيحة. شكرا لك.